السلام ومرحبا بكم في حلقة جديدة. اليوم سكانير غادي يفحص موضوع المهاجرين والتناقض الغريب بزاف اللي كيوقع دابا في اوروبا. من جهة اسبانيا غادي تسوي الوضعية ديال نص مليون مهاجر بدون اوراق، ومن جهة اخرى الاتحاد الاوروبي كيشد على الهجرة وكيردع الناس. والاغرب من هادشي كامل نفس اوروبا اللي كترفض المهاجرين بدات كتفكر تجندهم في الجيش ديالها. قبل ما نكملوا الحلقه ديالنا، الا كنتي متابع للقناه ما تنساش دير لايك وكومونتير، والا ما كنتيش مشترك نزل دابا ودير اشتراك. ونكملوا الموضوع ديالنا على بركه الله. في يناير 2026 الحكومه الاسبانيه دوزات واحد المرسوم ملكي تاريخي، قرار تسويه الوضعيه ديال نص مليون مهاجر بدون اوراق. شنو السبب؟ الحكومة قالت بدون لف أو دوران عندنا مئات الآلاف من الناس كيخدموا في إسبانيا في وضعية غير قانونية، وجا الوقت باش ندخلوهم للاقتصاد الرسمي. الأهداف ديال إسبانيا واضحة. اولا باغيين يدخلوا الناس للسوق الرسمي باش يخلصوا الضرائب ويساهموا في صندوق الضمان الاجتماعي. ثانيا عندهم نقص حاد في اليد العامله والشركات محتاجه العمال. وثالثا الساكنه ديال اسبانيا كتعاني من الشيخوخه والمهاجرين غادي يقدروا يوازنوا النظام الاجتماعي. الشروط بسيطه، تكون وصلتي لاسبانيا قبل 31 ديسمبر 2025، تثبت انك عشتي فيها على الاقل 5 شهور وما عندكش سوابق جنائيه وما كتشكلش خطر. الرخصه كتعطيك سنه اقامه والحق في العمل. اسبانيا ماشي اول مره كدير هادشي. عام 2005 سجلات مليون واحد، يعني عندها تجربه كبيره في الموضوع. دول الاتحاد الاوروبي غاضبه بزاف من اسبانيا. تخيلوا معايا دابا اسبانيا كتفتح الباب للمهاجرين والاتحاد الاوروبي غاضب. المفوضيه الاوروبيه قالت بوضوح هذا القرار ما كيتماشاش مع روح الاتحاد الاوروبي في موضوع الهجره. والسؤال هنايا شنو اللي كيخلي الاتحاد خايف؟ اولا المهاجرين المسجلين غادي يقدروا يسافروا في اوروبا 90 يوم كل 180 يوم، واوروبا خايفه يحاولوا يسكنوا في بلدان اخرى. ثانيا كيقولوا ان هادشي كيناقض الرساله، احنا كنحاولوا نردعوا الهجره الغير قانونيه واسبانيا كتبعث رسائل مخالفه للعالم. ثالثا باقي دول اوروبا كتشد على اللجوء وكتزيد في الترحيل، بينما اسبانيا ماشيه في الاتجاه المعاكس تماما. المفوض الاوروبي ماغنوس برونر غادي يناقش هذا الموضوع في البرلمان، واوروبا واضحه اسبانيا استثناء ماشي نموذج غادي نتبعوه. الاتحاد دوز قوانين جديده كتسهل الترحيل بما فيهم مفهوم البلدان الامنه باش يرفضوا طلبات اللجوء. يعني الرساله واضحه، الابواب مسدوده. ودابا جا وقت التناقض الكبير اللي غادي يصدمكم. نفس اوروبا اللي كترفض المهاجرين عندها ازمه خطيره ونقص حاد في الجنود. شوفوا معايا هاد الارقام المفزعه. المفوضيه الاوروبيه كتوقع انخفاض 43 مليون شخص في سن العمل بحلول سنه 2070. المواليد نزلوا تحت 4 مليون سنه 2022 لاول مره من سنه 1960. والحرب في اوكرانيا ورات الحقيقه، التكنولوجيا ما كتعوضش الجنود على الارض. وهذه بعض ارقام العجز العسكري المخيفه. المانيا محتاجه 20,000 مجند، يلاه كتوصل سنويا 14,000. وبريطانيا الهدف ديالها سنويا هو 15,000 مجند، يلاه كتوصل ل 10,000. اسبانيا الهدف ديالها السنوي هو 7,500 مجند، يلاه كتوصل ل 6,000. والبرتغال يلاه كتوصل نصف الهدف ديالها فقط. يعني اوروبا ما عندهاش جنود كافيين والتهديد الروسي كيزيد. فشنو دارت؟ الحل هو تجنيد المهاجرين. دابا تخيلوا معايا التناقض، اوروبا كترفض المهاجرين من الباب الامامي وكتستقبلهم من الباب الخلفي بالزي العسكري. ايرلندا دابا كتفكر تمنح الجنسيه السريعه للاجانب اللي باغيين يخدموا في الجيش. الحكومه واعده بزياده في الجنود من 7,750 ل 11,500 جندي بحلول سنه 2028، ولكن هذا العدد صعيب بلا مهاجرين. المقترحات كتشمل إعفاء رسوم التجنيس اللي كتوصل حتى $1,000 ومنح الجنسية بعد عدد معين من سنين الخدمة. وماشي غير إيرلندا بوحدها، فرنسا عندها الفيلق الأجنبي اللي كيمنح الجنسية بعد 3 سنوات. بريطانيا كتجند من نيبال وفيجي. ألمانيا كتفكر تفتح تجنيد المواطنين الاتحاد الأوروبي. المحللين الأوروبيين كيقترحوا اتباع النموذج الأمريكي، منح المهاجرين الإقامة الدائمة والجنسية مقابل الخدمة العسكرية. والأغرب روسيا فعليا كتطبق هذا الشيء بشكل عدواني. بوتين
دوز قوانين كتمنح الجنسيه المؤجله للمجندين، وفي نوفمبر 2024 فرض الخدمه العسكريه الاجباريه على بعض الاجانب. الخلاصه التناقض الاوروبي مكشوف. دابا نشوفوا التناقض الواضح. من جهه الاتحاد الاوروبي غاضب على اسبانيا لانها كتسجل نص مليون مهاجر باش يخدموا في الاقتصاد ويساهموا في الضرائب. من جهه اخرى نفس الاتحاد الاوروبي محتاج بشكل يائس للمهاجرين باش يخدموا في الجيش. يعني المهاجر ممنوع يخدم في المصنع او المطعم، ولكن مرحب به السلاح. والحقيقة المرة أوروبا عندها أزمة ديموغرافية خانقة ومحتاجة المهاجرين للاقتصاد وللجيش، ولكن السياسة كتمنعها تعترف بهذه الحقيقة. إسبانيا على الأقل كانت صريحة وواجهت الواقع. باقي الدول الأوروبية باغا تستافد من المهاجرين ولكن من الباب الخلفي فقط. والسؤال ديالي لكم، واش كتشوفوا من الأفضل النموذج الإسباني اللي كيدمج المهاجرين في الاقتصاد والمجتمع، ولا النموذج العسكري اللي باغي يستغلهم غير للجيش؟ والسؤال الثاني، واش هاد التناقض الاوروبي غادي يخلي بزاف ديال الدول تبع اسبانيا في النهايه، ولا غادي يستمروا في السياسه المشدده؟ كتبوا لي رايكم في التعليقات، والى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك واشتراك في القناه. كان معكم سكانير، تهلاو ليا في السكانير ديالكم.